السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض النهاردة أكلة حلوة جدا، أكلة شعبية وخطيرة. يعني عايزين قفص عيش عشان الأكلة الحلوة دي. عاملين النهاردة مع بعض العدس أبو بامية اللي هي ويكا. عارفين الويكا يا جماعة؟ الويكا أكلة صعيدي كده وحاجة تحفة جدا، ومعاها كمان بتنجان مخلل وفلفل وحاجة كده مزاج المزاج. يلا بينا نشوف الأكلة الحلوة دي، اللي ما يعرفهاش هيعرفها معانا. أكلة سهلة جدا وموضوع بسيط جدا جدا، مش هتقفي في المطبخ أكتر من ربع ساعة وهتكوني طلعتي أحلى أكلة في الدنيا. غدا سريع جدا وكمان مفيد قوي 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 قوي. ومعانا العيش اهو وحاجة مزاج المزاج. ويلا بينا نروح على المقادير وطريقة التحضير. وقبل ما نخش على المقادير ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للفيديو. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. معايا عدس، ربع كيلو عدس وربع كيلو بامية. معايا بصلايه كبيره مقطعه. معايا نص كيلو طماطم، ايوه نص كيلو طماطم. معايا فلفل حامي، معايا معلقه كبيره من الثوم، معايا ملح، معايا زيت، معايا المبشره بتاعتي اللي هبشر بيها الباميه النهارده. هنبشر الباميه بتاعتنا وهنمشي مع بعض خطوه خطوه عشان البنات اللي لسه ما تعرفش الاكله دي هتعملها معانا بمنتهى السهوله. ادي الباميه انا بمسكها كده من القمع بتاعها وببدا على طول ابشر بقى الباميه بتاعتنا كده. زمان كانوا بيعملوها بحاجه اسمها مفراك او يعني حاجه كده. دي اكله صعيدي، لكن انا هعملها بقى النهارده زي ما انتوا شايفين. همشي معاكم خطوه خطوه والموضوع هيبقى سهل عليكم قوي، لانها بصوا البساطه ما فيش ابسط من كده. زي ما احنا شايفين هنبشرها كلها. هنبشر الربع كيلو باميه كله. ربع كيلو الباميه عليه ربع كيلو عدس، عليه بصلايه كبيره او بصلتين مقطعين زي ما شفتوا. وهنشوف الخطوات واحده واحده مع بعض. كمان معانا نص كيلو من الطماطم وزيت وملح. هنبشر الكمية بتاعتنا كلها وهنكمل بقية الوصفة وبقية المقادير. بجد حاجة سهلة جدا يا جماعة. البنات الجميلة اللي ما تعرفش الاكلات دي، لا اتعلموها، اكلات سهلة جدا هتنفعكم قوي كمان. يعني عايزين نهيف يوم يا جماعة، هنعمل ايه يعني؟ خلاص الناس زهقت من العدس، كل يوم هنعمل عدس يعني؟ لا، هنهيف يوم هنعمل اكلة برضو بالعدس، بس حاجة مختلفة كده وليها طعم تاني خالص بصراحة الاكلة دي. يعني بلاش يا جماعة اللي عامل رجيم ياكلها، هي اصلا ما فيهاش اي مشاكل للرجيم. يعني الناس بتاكل عدس في الرجيم عادي وما فيهاش دهون، ده هي معلقة زيت بس اللي احنا في الاخر بنستعملها في الاكلة دي كلها. بس بصراحة اكلة تحفة يا جماعة. يلا بينا نكمل ونشوف هنعمل ايه. احنا كده خلاص عملنا البامية بتاعتنا، هنركنها على جنب. جبنا بقى العدس بتاعنا، هحط فيه قيمة كوباية مية كده بس سخنة، وهحطهم على النار على بال ما نشوف هنعمل ايه تاني عشان نكمل الوصفة بتاعتنا. ادي ده ربع كيلو عدس مغسول، نحط عليه كده قيمة كوباية مية سخنة وهحطه على النار. وهتشوفوا هنعمل ايه تاني دلوقتي مع بعض. هنمشي الخطوات واحدة واحدة لان في ناس كتير على فكرة متعرفش الاكلة دي خالص. جبنا كده شفشق الخلاط، هنحط فيه بقى بصوا دي بصلايه كبيره مقطعه، ده نص كيلو طماطم. هي بتبقى حلوه قوي بالطماطم، بتبقى حلوه قوي لونها احمر كده. ومعايا كمان 4 قرون فلفل حاميين. حطيت كله كده في الخلاط وهنزل عليه بالميه بتاعتنا، لان دي الميه والسوائل اللي هتسوي العدس بتاعنا. انا بس حطيته على النار على بال ما اعمل الخطوه دي. هنحط بقى عليه كده، هنملى الشفشق كده ميه على الخضار بتاعنا ده. موضوع سهل جدا جدا جدا، مفيش اسهل من كده بجد يا جماعه. هروح بقى اعصرهم وهرجع لكم تاني. عصرناه، العدس بتاعنا اهو بدأ يغلي بالميه اللي احنا حطيناها. شلت كده بس اي حاجه على وشه، اي ريم كده او اي حاجه من الابيض ده اللي انتوا عارفينه. وبعد كده هنضيف العصير الطماطم والبصل والفلفل اللي احنا عملناه. لازم يكون فيها كميه سوائل حلوه لان احنا لسه هنحط باميه ولسه هتكمل سواها. يعني احنا هنسيب العدس يستوي خالص، احنا مش هنيجي جنبه، هنسيب العدس يستوي خالص. دي الخطوه الاولى، لازم العدس بتاعي يستوي كاني هعمل عدس عادي كده. العدس بتاعي استوى وبقى تمام التمام، كاني هاخده دلوقتي اعصره. انا مش هعصره بقى، انا هنزل عليه الباميه بتاعتي، الباميه اللي انا بشراها. تمام. هنقلب بقى كده العدس مع الباميه
وهنسيبهم يغلوا كده كام غلوه. الباميه طبعا ما بتاخدش وقت لان مبشوره. هنحط بقى الملح بتاعنا، وكمان هضيف انا ما بستعملش فاين فوت ولا ماجي، انا بستعمل الملح الطعام الصيني ده، عارفينه اهو. على فكره حلو جدا، هو عامل زي الملح بس بيدي طعم حلو جدا جدا، احلى من الماجي بكتير قوي. بس كده خلاص، هنسيبها بقى تستوي. انا بدوق بس حقيقها بشوفها عايزه ملح تاني ولا لا. هو الملح الطعام الصيني ده اللي انا حطيته بيظبط طعمها جدا. غطيناها وسيبناها على نار هاديه لما الباميه بتاعتنا كمان تستوي. وهجيب طاسه واحطها على النار واحط فيها شويه من الزيت بتاعي بس يسخن كده، وهنزل عليه بمعلقه كبيره من الثوم. هحط كمان حبه ثوم عشان هو ده اللي بيديها الطعم النهائي بقى، الطعم القمر. انا حاسه ان الثوم قليل فهحط كمان حته. هنسيب بقى الطومه بتاعتنا كده شويه تتشوح الاول على النار بحبه الزيت. اللي بيحب الاكلات الشعبيه يتفرج على الاكله دي. هنحط بقى الكزبره الناشفه، نحط كميه كده حلوه، يعني نقول معلقه ونص كبار من الكزبره الناشفه. وهنقلب بس الاول نسيب الطومه تتشوح الاول شويه، لان الثوم ده مفروم في الفريزر فبياخد وقت الاول قبل ما يعني بياخد شويه وقت في انه يدخل في انه يسخن شويه كده. هو دخل في انه يتحمر خلاص. التومه مع الكزبره بتاعتي خلاص بدات تاخد اللون. ادي الحله بتاعتنا اللي فيها العدس ابو باميه اهو، شلت الغطا من عليها وهبدا بقى اخد التقليه بتاعتنا اللي احنا عملناها، وهننزل بقى على العدس القمر ده كله كده كله. مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي في المطبخ. دي طشه التومه والكزبره في الاخر على العدس ابو باميه، مش قادره اقول لكم بقى طعمه وريحته، يعني حاجه كده مزاج المزاج وحاجه تحفه جدا. كده احنا خلاص عملنا العدس بتاعنا، وبجد هيعجبكم قوي قوي. شايفين شكله ولونه حاجه كده يعني بسم الله ما شاء الله، يعني جميله جدا. نحط كده حبه بس في الطاسه بتاعتنا كده علشان خاطر ايه تطش نعمل شقه للعدس الويكا. كده خلاص تمام اهو عملناه. شايفين سمكم، مش عايزينه تقيل ويبقى عجينه كده في الحله، لا لازم يكون فيه سوائل، ما يبقاش ناشف عشان يبقى ناجح معانا. وبكده اقدر اقول لكم عملنا احلى وصفه في الدنيا، وبجد حلوه جدا وحاجه هايله. وده بعد ما غرفناهم. البتنجان المخلل ده بقى هعمله لكم في الحلقه اللي بعد دي على طول، هنزله لكم عشان بس الحلقه ما تبقاش طويله. عملنا بتنجان بالدقه ملهوش حل. وادي الاكله بتاعتنا خلصت. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.